نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في ماشين يوتيوب ماي جلام تيوبر. اليوم البنات لا فيديو ديالنا غندويو على ميوكسيديل كما كتشوفوا اللي هو لا مينوكسيديل 2%. هو عند البنات وحتى الدراري بطبيعه الحال اللي كيكون عندهم واحد التساقط رهيب ديال الشعر، التساقط اللي ما كيحبسش نهائيا، سواء كان في الخريف سواء كان في الشتاء سواء كان في العام كله. دونك البنات بقاو معايا في هذا الفيديو نشرح لكم على لامينوكسيديل لي 2%. لاش كيصلاح، شنو هو المزايا ديالو، شنو هما الاضرار ديالو، واش يقدر يجي مع اي واحد واش لا، واش فريمون كيحبس لينا تساقط الشعر، واش كيطول لينا الشعر ديالنا، وحاجه اللي الناس كيخافوا منها واش كيخرج لينا الشعر في الوجه ديالنا اولا في لو كور ديالنا كامل. دونك بقاو معايا في هذا الفيديو باش تستافدوا اكثر فاكثر. اول حاجه خصنا نعرفوا نيوكسيديل هو واحد الاسم اللي هو تجاري العالم ديال الادويه. دونك الماده الاساسيه اللي هي لا مينوكسيديل اللي فيها غير 2%، غير 2% فقط. لا مينوكسيديل كيصلاح للنساء والرجال. دونك لا مينوكسيديل تقدر تاخدو اي بنت اللي عندها واحد التساقط رهيب في الشعر، اللي جربات اي وصفه وما عطاتها حتى شي نتيجه، اللي جربات الزيوت بشتى انواعها وما عطاتها حتى شي نتيجه، اللي جربات لي كومبليمون اليمونتير غير بوحدهم وما عطاوها حتى شي نتيجه. كان الواحد كيعاني من تساقط اللي هو وراثي اولا صلع وراثي، اللي كيكون واحد التساقط اللي ما كيحبسش، واخا كتاخدي التريتمون ديالك مع الطبيب ما كيحبسش لينا داك التساقط، كيبقى كيف ما هو كيكون عندنا واحد البروبليم اللي بيان سور كيشخصوا لينا الطبيب ديالنا. كيكون عندنا واحد التساقط اللي هو وراثي. اما دوك كاين فئه اخرى اللي كيكون عندها واحد الفراغات اولا صلع كيكونوا في المقدمه ديال الراس. دونك هذا كيكون واحد الصلع وراثي. هادشي جينيتيك، كيكون يا جداك يا خالك واحد من العائله كان فيه هادشي. دونك هادشي ما كنعرفوه الا فاش كتمشي عند الطبيب وكيشخص لك الحاله ديالك وكتكوني متبعه معاه. دونك البنات هاد لامينوكسيديل تقدروا تاخذوا اي وحده بلا ما تمشي عند الطبيب. اللي كتعاني زعما جربت كاع الحلول وما قدرت ليها حتى شي حاجه، ما كتشوف شعرها دائما كيطيح. انا كنصح بالميوكسيديل 2% بالنسبه للبنات، وبالنسبه للرجال كيكون عندهم 5%. التريتمون ديالنا اللي غناخذوه ضروري ما غتاخدي واحد الكومبليمون اليمونتير اولا واحد المكمل غذائي اللي تعاوني به من الداخل وهذا من على برا. دونك البنات هذا كينوض لينا الزغبه، كيقوي لينا الزغبه، كيطول لينا الشعر. بالنسبه للبنات اللي شعرهم عكزان وما كيبغيش يطوال اولا شي حاجه، غير كيطوال لينا شعرنا، يحفز النمو نتاع البصيلات ديال الشعر. دوه من 3 شهور باش كتبان لينا النتيجه، من 3 شهور حتى ل 6 شهور. دونك ماشي من الضربه الاولى غادي تاخديه غينوض لك الشعر اولا غيحبس لك التساقط ديال الشعر. بالنسبه للبدايه ديالك في الاول كيزيد يتساقط لك الشعر اكثر من هذيك الكميه اللي كتكون كتساقط من قبل. دونك ما نخافوش منها. دونك لامينوكسيديل كيحيد لينا ديك الزغبه اللي كتكون غير على سبه اولا البصيله ديالها كتكون ميته يعني، وكتنوض في بلاصتها شعره اخرى اللي هي قويه وما كتساقطش دغيا. دونك البنات هذا راه غادي يجربوه، واحد الخلفه رهيبه كتكون في الشعر. بالنسبه اللي عندها صلع عندها فراغات زوين بزاف. لانيوكسيديل كيف ما كتشوفوا 2% كيكون على شكل بخاخ اللي كيجي بحال هكا، وكيجي معاه هاد العيبه كديروها باش كترش. دونك البنات طريقه الاستعمال ديالو كنديروا 10
10 درشات في الصباح و10 درشات في الليل. دونك ما بين كل رشه خاص نكونوا فتنا واحد 12 ساعه. بالنسبه اللي كينعسوا بكري اولا كيفيقوا معطلين اولا شي حاجه، ما بين كل رشه 12 ساعه. دونك البنات اون فوا غنرشوا على شعرنا كنصبروا واحد 4 سوايع عاد نقدروا ندوشوا. دونك ما تدوشيش يعني انت رشيتيه وغدوشي من بعد، لا، صبري واحد 4 سوايع عاد ديك الساعات دوشي. دونك البنات 10 درشات في الصباح و10 درشات في الليل. في الصباح لامينوكسيديل في الاول في دوك ال10 ايام الاولى اولا فاش كترشيه كتحسي لا طونسيون ديالك هابطه. بالنسبه للبنات اللي كيعانيو من لا طونسيون ديالهم هابطه اولا تفادوا انكم ديروه في الصباح، ديروه غير في الليل، 10 درشات في الليل فقط. دونك البنات راه كنديروه غير على الفروه ديال الراس فقط، ما كنديروش في الطوله ديال الشعر ولا في الجدره ديال الشعر. مع واحد لو ماساج فاش كنديروا دوك الرشات ونحاولوا اننا ما نقيسوش وجهنا، نديروا واحد لو ماساج بصباعنا، نقلبوا راسنا للقدام ونحاولوا اننا نماسيو شعرنا مزيان مزيان. وقت الماساج راه كيحفز اولا كيدخل داك لو برودوي مزيان الفروه ديال الراس ديالنا. اللي بغات تعاون ويكون واحد النتيجه اللي هي زوينه بزاف بزاف واللي هي نتيجه مرضيه، هاد لا ديرمارولر هذه اللي كتشوفوا بحال هكا راه كتلقاوها عند مالين المكياج اولا لي باغا. كتاخدوا من 0.2 حتى 0.5 هي باش انه كيدخل البرودوي مزيان، اولا كتحل المسامات ديال الفروه ديال الراس باش يمتص لينا داك البرودوي دغيا. دونك حتى هذه راه كتعطي نتيجه. اما البنات اللي كما نقولوا ما يستحملوش هذاك الحريق ديالها، وكيكون واحد الحريق خفيف بحال اليبرات بحال الوخزات ديال اللي باري، اللي كيكون راسها كما نقولوا طايب ديجا، تفاداه صوف ان ماساج وصافي. ندوزو لواحد الحاله اللي هي بزاف ديال الناس كيبغيو يجربوا لامينوكسيديل ولكن كيخافوا منها لسبب انه كيخرج لينا الشعر في الوجه اولا في لو كور ديالنا. بون البنات انا نجيكم صريحه، لامينوكسيديل كتخرج الشعر في الوجه وفي في لو كور ديالنا، ولكن ما تسمعوش انه كيخرج الشعر تقول راه كيخرج بحال شي قرده ولا شي حاجه. نو، كيخرج غير واحد شويه، كما نقولوا هذاك الوبر ديالنا كيزيد غير واحد شوي. النصيحه اللي غادي نقولها هي انه فاش ترشي لامينوكسيديل على الفروه ديال الراس ديالك ما تقيسيش الوجه ديالك اولا شي منطقه اخرى. نغسلوا يدينا من موراها ومن بعد ندوزو واحد طونر على وجهنا بواحد القطنه اولا ماء الورد نمسحوا به وجهنا باش نتفاداو انه باش ما يزيدش كما نقولوا ينوض لينا الشعر في واحد المناطق اللي حنا ما بغيناهمش. اللي بغى الشعر زوين وبغى الشعر كما نقولوا صحي، وسيرتو الناس اللي كيعانيو من التساقط الوراثي او الصلع الوراثي، يعني ما كاين حتى شي حل اخر. تعيا ما دير في الوصفات، تعيا ما دير في الزيوت، تعيا ما دير في اي حاجه، ما كاين شي حل اخر. فاش غنحبسوه واش غيتساقط لينا كاع داك الشعر اللي خلف لينا؟ طبيعه الحال الا حبستيه في دقه واحده راه غادي تساقط لك داك الشعر اللي كله خلف. دونك باش تفاداي هاد المساله، الا كنتي من شخص اللي ما كيعانيش من تساقط وراثي او صلع وراثي اللي حاله عاديه جدا، يعني غير جوست انه بغيتي تاخدي باش يقوى لك شويه شعرك اولا باش يطول لك شعرك، دونك فاش غنبغي انا نحبسو بالتدريج. مثلا انا كنت كندير في الصباح وفي الليل 10 درشات في الصباح و10 درشات في الليل، دونك انا غادي نبقى ندير كل نهار فيه غير 10 درشات غير بالليل، يعني في ظرف واحد السيمانه. والسيمانه الثانيه نحاول انني ندير مره في كل 3 ايام، وهكا غدا عليها
حتى نولي نديرو حتى مره في السيمانه باش ما يوقعش لينا واحد لو شوك. بحال كيما نقولوا واحد الحاجه كتكون مولفه ديك الحاجه انها تغديها اون فوا كتحبسيها كيعاود داكشي يرجع كما كان. ولكن بالنسبه للناس العاديين راه ما غاديش يتساقط لكم داك الشعر اللي كيكون خلف الا تبعتوا هادشي اللي كنقول لكم. يعني فاش نبغي انا نقطعو بالتدريج ما نقطعوش في مره. اما الناس اللي كتعاني من صلع وراثي اولا تساقط وراثي هذاك راه ما غتقطعيهش، غيبقى معاك افي. يعني ما يمكنش لك انك تقطعيه بصفه نهائيه. وضروري البنات ما خصنا نعاونوا مكملات غذائيه في ديك الظرفيه نتاع 3 شهور اولا 6 شهور على حسب انت والرغبه ديالك. كاين اللي باغا الطول، كاين اللي باغا الكثافه، كاين اللي باغا شعرها خفيف، باغاه يقوى، كل وحده وكيفاش. بالنسبه لأنا تجربتي الخاصه انا تبعته 6 شهور. من بعد 6 شهور قطعته فريمون وقع ليا ان شوك اللي تساقط ليا الشعر. حيتاش انا كنعاني من واحد تساقط وراثي اللي بيان سور شخصته ليا الطبيبه. دونك اللي خديت فيه لا مينوكسيديل وفريمون عطاني واحد النتيجه اللي هي زوينه بزاف. صوف انني كنت باغا، انا عزيز عليا انني نجرب. كنت باغا نشوف واش انه غيتساقط ليا شعري. يعني كنت باغا نشوف واش داك الشعر اللي ديك النتيجه اللي عطاني لا مينوكسيديل واش غتبقى ولا غادي تمشي. دونك تساقط ليا شعري وعاودت انني ديت لو تريتمون. هاد البري ديالو دونك كيتباع غير في لا فارماسي، كتباعش في شي بلاصه اخرى. يعني تمشي تاخذ في شي بلاصه اخرى يقول لك هذا راه لا مينوكسيديل وهذه. دونك انا ما كنصحكمش، نصحكم انكم تمشيو لا فارماسي. الثمن ديالو كيكون 247 درهم. شحال فيها القرعه؟ فيها 80 ملي اللي كتبقى لك شهر كامل. يعني داك اللي كيقول لك راه بقات لي غير 15 يوم ولا انا القريعه كملتها في سيمانه، كتكون ما احترمتش العدد ديال الجرعات. بالنسبه للبنات اللي جربوا يخليو لي تعاليق. بالنسبه للناس اللي كيبحثوا على شي حاجه اللي تحبس ليهم تساقط ديال الشعر جربوه وردوه ليا. وكنصيحه بغينا لكم التساقط ديال شعركم غتشوفوا واحد الخلفه واحد الطول اللي هو زوين بزاف. وما عليا غير نقول لكم تهلاو في راسكم ومع السلامه حتى الفيديو جديد ان شاء الله. باي.